شوية سكر وشوية نشا وهتعملي بمشيئة الله احلى ملبن. بصوا بقى شكله عامل ازاي، طري قد ايه وشفاف، احلى من بتاع بره. كفايه نظافته وحلاوته انك انت اللي هتكوني عاملاه بايديك الحلوه. الذكر بتاع النهارده هيكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى الملبن جميل قد ايه وطريقته سهله جدا وبسيط جدا. في البدايه خالص هاتي اي كزرولة او اي حله، حطي كوبايه وربع من النشا. ما عندكيش كوبايات معياريه، عايري بمج شاي العادي عليهم كوبايه ميه كوبايه ميه من الحنفيه. وهبدا على طول اقلب بالمضرب اليدوي بالشكل ده وهركنهم على جنب. وادي اول خطوه من عمايل الملبن. تاني خطوة بقى برضو كل حاجة بنعاير بنفس المج أو نفس الكوباية أو نفس الكوباية المعيارية اللي احنا بنستخدمها. حطيت كوبايتين من السكر الحبيبات العادي، عليهم 3 كوبايات من المية. هقول بسم الله وهرفعهم على طول على النار مع أول غليان ووطي خالص لمدة 10 دقايق. هنا بقى لو انتي كده هو ممكن مرة واحدة كده هو تلاقي السكر بدأ يتطاير على الحواف وتبدأ ان هي تتكرمل كده، السكر بتاعك او الشربات بتاعك يتكرمل. فجبت كده اهو فرشه فيها شويه ميه وابتديت مشيتها على حواف الحله بتاعتي ورشه صغيره من ملح الليمون، وهبدا اوطي عليه لمده 10 دقائق. في خلال 10 دقائق هبدا بقى ان انا احط الكفر، اجهز الكفر بتاع الملبن بتاعي. انا بحب احط دايما معلقتين من السكر البودر عليهم 3 من النشا. مش قادره تطحني سكر بودر او مش متوفر عندك، استخدمي النشا بس وهيكون حلو جدا. جبت بقى ستريتش رول كده اهو وابتديت ان انا حطيته في اي صينيه عندي. ممكن تستخدمي صينيه كمان اصغر من اللي انا مستخدماها لو انت حابه ان يكون حجمه سميك اكتر. وحطيت شويه كده اهو وركنتها على جنب. هنا بقى النشا طبعا والميه لازم تقلبيها تاني قبل ما تحطيها على الشربات. وفات خلاص ال10 دقايق، هبدأ بقى ان انا انزلها كده كأنها بصوا منقطة. المضرب في ايديا، وبرده انا هفضل موطية في المرحلة دي، مش هعلي خالص. ال50 دقيقة الجاية بقى من صناعة الملبن مش بتعلي البوتاجاز خالص، بتخليه كده واطي على اخر، يعني واطي البوتاجاز لتحت كده اهو. وهيكون بمشيئة الله روعة جدا. هبدأ بقى بشكل تدريجي. بعد ما حطيت كده هو قلبت مسك في بعضه زي ما انتم شايفين، هبدأ ان انا انزل كوبايتين من السكر بشكل تدريجي. كل شوية هنزل نص كوباية من السكر وهبدأ اقلب واصبر شوية واقلب. وبعد كده هو هبدأ ان انا اقلب، والنار اهم حاجة تكون واطية. ليه النار تبقى واطية؟ لانها ممكن تحمش لك السكر من تحت وتكرملهولك ويبقى فيه كده حبيبات او بلورات سكرية كده هو وتقرمش كده في نص الملبنية. فانتي ممكن تستخدمي حاجة مسطحة، طاسة مسطحة ستانلس أو ألمونيا أو جرانيت، بس يكون مضرب طبعا سيليكون لو انت هتستخدمي جرانيت. وفي نفس الوقت تعمليها بقى بالراحة كده اهو. والله يا جماعة طالع أحلى ملبن ما شاء الله اللهم بارك. زي ما قلت لك، بعد ما حطينا الكوبايتين من السكر عليهم 3 كوبايات من المية، مع أول غلي حطيت رشة صغيرة حوالي أقل من ربع المعلقة من ملح الليمون عشان ما يسكرش معايا. وطيت عليه خالص لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق ابتديت ان انا اقلب النشا في الميه، كوبايه وربع من النشا عليهم كوبايه من الميه، قلبته كويس وحطيته بشكل شريط كده اهو، نزلته بالراحه خالص بالشكل ده. هبدا اوطي عليه وهستمر في التقليب بقى كده اهو كويس جدا. وانا بقلب هنزل على طول بكوبايتين من السكر بشكل تدريجي. هنا نقلتها كده اهو في طاسه ستانلس بصوا. وحبيت بقى ان في المرحله دي بقى بتستخدمي مش المضرب بقى اليدوي، بتستخدمي اي معلقه عندك او اي سباتيولا تكون مسطحه كده عشان تجيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت بالشكل ده. انا حبيت ان انا اوريلكم بالشكل اكتر. بيقعد لمدة 50 دقيقة على نار هادية، يعني الزمن كله اللي احنا عملناه فيها ساعة على البوتاجاز. اول 10 دقايق مش بتقلبي لانه بيبقى الشربات بتصنعي لسه السيرم بتاعك او الشربات. وبعد كده هو بتبدأي تقلبي بقى كده اهو، يعني تغسلي لك طبقين وتروحي مقلبة، تقفي جنبيه كده اهو شوية وتفضلي تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كتير طول ما انتي واقفة. وبعد كده هيكون تمام. جبت بقى الملبن بتاعي وحطيته بقى على الخليط الحلو ده. وحطيت بقى النشا بالسكر من فوق بالشكل ده. بصوا بقى الجمال. هنسيبه كده حوالي ساعة ساعتين 3 ساعات لحد ما يبدأ ان هو يجمد كده معايا. هو ما شاء الله يعني اول ما هيبرد ممكن انك تقطعيه، بس يفضل ان انت تسيبيه ساعتين 3 كده اهو. وبعد كده بقى على اي مقطع على اي قطاعة اقلبي الخليط الحلو ده كده اهو بصوا. وعلى طول بقى سكينه حاميه عندك، طبعا السكينه هتلاقيها ممكن ان هي تلزق معاكي، فحطي كده على السكينه شويه نشا بالسكر.
بصوا بقى كده اهو سهله جدا، مطته مظبوطه واللهم بارك، طعمه رهيب جدا. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. انا شيرين حمدي ودي قناتي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم من اللايك هو الذكر والصلاه والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.